السلام عليكم. اليوم غنديرو وصفة جديدة اللي هي عبارة عن تحلية سهلة وكتوجد في دقائق. يعني ممكن توجديها دغيا. هذه كنستعملها انا في الوقيته اللي كتكون ما عنديش الوقت وبغا ناكل شي حاجه صحيه وما نخافش من ان دير ليا انك تغلطني او شي حاجه. ومن بعد المرات كنديرها مثلا الصباح قبل ما نمشي لاصال، حتى هي كتكون زوينه يعني وكتخليك شبعانه مده طويله. اولا في الليل عاوتاني جوع الليل ما كيجيك الجوع في الليل وما كتلقاي ما تاكلي، يعني هذه انا كتجيني هي اللي كتحل المشكل وكتشبعك وكتنعسي يعني مزيان، يعني ما كديرش لك مشكل. يعني تقدري تاكليها بضمير مرتاح وتاكليها وانتي مرتاحه بلا ما تخافي انها تغلظك ولا دير لك شي مشكل. صافي بالنسبه ليا انا اكله هذه صحيه وسهله وسريعه باش توجد، يعني ما كتحتاجش بزاف المقادير، يعني من ناحيه المقادير والتعقيدات وحتى من ناحيه انها سهله، يعني ما فيهاش بزاف الخدمه. صافي يعني سهله. ونعطيكم الان المقادير. عندك بيرلي وعندك بيضه، عندك الاريتريتول، عندك الفاني، يعني مقادير واضحه وسهله. بالنسبه ليا كنبدا كندير البيضه كندير عليها بيرلي خضر كنديرو. صافي يعني ممكن ديري بيرلي خضر، ممكن ديري يوغورت مسوس، اي حاجه المهم يكون مسوس ما يكونش يعني ريجيم. صافي كنخلطو مزيان باش ندمج ليا العناصر اللي هي البيضه وداك بيرلي. هذه الواحد يعني شخص واحد، يعني ماشي للجوج. كنزيد الاريتريتول ديالي معلقه، وممكن انك تعوضيه اما بالعسل يا اما باستيفيا باش كتبقى الاكله صحيه، يعني ما ديريش فيها السكر الابيض. الا درتي فيها السكر الابيض صافي يعني وحتى الكميه خصها تكون ناقصه. صافي وانايا كنكه بالفاني، تيعجبني الفاني، نكهه الفاني كتجيني زوينه. ممكن انت ديري اللي بغيتي، ديري قشور الليمون اولا شي نكهه اخرى اللي كتعجبك ممكن ديريها. صافي كنديرو يعني وكنبقى نحركو مزيان. صافي وكنزيد انا كان عندي حب الملوك زدتو فيه. ممكن ديري فريز، ممكن ديري خوخ، ممكن ديري شهديه، ممكن ديري اي فاكهه انتي كتشهايا. صافي تندخلها للفران. صافي تندخلها للفران بين ما تحمرات. صافي وتنخرجها وهي خرجت من الفران، يعني بطريقه دغيا سهله. يعني شفتوها يعني ماشي من داك التعقيدات باش اصلا. يعني الانسان ملي كيدير شي حاجه كيدير ماكله صحيه خاصها تكون ماكله سهله وتكون سهله توجد، يعني ما كتديريش فيها بزاف الوقت. حيت اشنو المشكله اللي كيعكز الناس في الريجيم؟ انه كتكون حاجه معقده وفيها بزاف انا اصلا من النوع اللي ما تيعجبنيش الوصفه تكون فيها بزاف المقادير. يعني كل ما كتكثري المقادير انت كتعجزي، كتقولي انايا غادي نوض غنصايبها ولا شي حاجه. ملي كتكون هكا وصفه سهله دغيا ديريها، ما محتاجاش بزاف المقادير وصحيه وسهله. ونتمنى تجربوها لانها صحيه وغتعجبكم ان شاء الله.